تحية لأحلى متابعين. نعزي أهل دولة الكويت الشقيقة حكومة وشعبا في وفاة المغفور له بإذن الله حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الجابر الأحمد الصباح، الذي وافته المنية صباح هذا اليوم بعد مسيرة وطن حافلة بالعطاء، تغمده الله بواسع رحمته وغفرانه. إنا لله وإنا إليه راجعون. في ظل هذا المنحنى العربي الخطير المتأزم كنا بين الرجا واليأس، وندعو الله لعل الله يشفيه، لكنها الآجال حين تنتهي لا تنفع الدعوة ولا يردها الرجاء. رحل جندي من جنود بلاده حامي حمى دولته ورافعا شأنها، ما أصعب الرحيل حين يتأزم الموقف. نخشى من المجهول يطرق دارنا ودارهم. كان شيخا وأميرا وملك، ملك شعبه بقوة وامتلكهم بروحه الطيبة. خدم شعبه بمبدأ حر له الولاء والطاعة، لا يأخذ من السفهاء قاعدة لحكمه. حكم بحب وبعدل دولته، ما أقصر حكمه لكن حكمه عادل بعيد عن الانحطاط. رفع الله قدره وبالحلم أنصفه. كانت قلوبنا تحدثنا عن قرب رحيله، لكننا كنا نكذبها. سمعنا الذي ما كنا نريد سماعه، لكنها الأقدار حين تزورنا لا تلتفت لما يهزنا وتنصرف عنه. أقدار الله أمر لا مفر من لقائه، أمر علينا واقعا حتما. سبحان ربي حين يقبض الأرواح، في سرعة البرق تذهب دون عودة، لكن نقول لعل هذا في صالح دولتهم. الله يرحم الأمير نواف ويبارك في مشعل الخير، يكون مشعلا للكويت وسراجها.